مساء الخير عليك يا صديقي. كم مرة انت فكرت انك اشتغلت على نفسك صح وتعبت، وانك تشتغل كل يوم، وانك بتعمل حاجات كتيرة جدا بس مفيش نتيجة؟ كم مرة فكر او كم شخص مر بحاجة زي كده؟ ان شاء الله النهاردة هديك 5 خطوات عملية هتساعدك وهتفرق معاك جدا جدا جدا. فلو مهتم تابع معايا. معاكم أحمد السيد، ده فيديو جديد من قناة مهتمة بالتطوير الذات، مهتمة بتديك نصايح في البيزنس، في الحياة العملية بشكل عام. فتابع معي. الخطوات ديت مهمة جدا جدا. خطوات هو أكيد أي حد عارفهم، بس الفكرة مش في إنك تكون عارفهم، الفكرة إنك إزاي تطبقها، إزاي تنفذ الخطوات دي. فهمت الفكرة؟ هو ده الأساس. فأول خطوة معانا لازم يكون عندك هدف. أيوة، كاتب هدف. أنت عاوز توصل لإيه بعد آخر السنة؟ توصل لإيه بعد سنتين، بعد 3 سنين؟ أنت عاوز توصل لإيه بالظبط؟ أوكي. غير كده إنك مش عندك يكون هدف وخلاص، لأ، لازم يكون عندك هدف محدد. أنا عاوز أنجح في الثانوية، انا عاوز انجح في الكليه، انا عاوز يكون عندي بيزنس ولازم تكون عارف نوع البيزنس. انا عاوز افتح مشروع، تقول انا عاوز افتح مشروع محل او مشروع كافيه. فانت لازم هدفك يكون واضح، محدد، واضح ومحدد، وتكون عارف انك هتبدأ تشتغل على الفكرة امتى، واخر الوقت بتاعك في المشروع بتاعك او الهدف بتاعك امتى. لازم يكون محدد بوقت. ادخل على جوجل واشتغل او حط او اكتب على جوجل قاعدة سمارت وطبق عليها الهدف بتاعك. الهدف بتاعك لازم يكون انت كاتبه على ورقة، كاتبه على ورقة عشان تعرف تبص عليه كل يوم وتعرف انت وصلت لأنهي مرحلة، وانك تقيم نفسك. اوكي. دي كان اول خطوة مهمة، الا وهو الهدف بتاعك عبارة عن ايه. النقطة التانية انك تكون شغال بخطة. اوكي. خطة يومية، خطة يومية تقربك او تخليك تكون قريب من الهدف بتاعك. خطة يومية انك كل يوم تشتغل على الهدف بتاعك، انك تدي لنفسك مهمتين او 3 تعملهم تقربك او تخليك قريب من الهدف بتاعك. وخليك دايما فاكر انك تشتغل او تقول لنفسك انا عندي هدف بس مفيش خطة، عمرك ما هتوصل لحاجة، او عمرك ما هتدي لنفسك اي حاجة خالص. ما هو ده الفرق ما بين الشخص هو شغال صح والشخص شغال عشوائي. او شخص بيقول انا السنة دي سنة النجاح، انا السنة دي سنة اني هوصل فعليا، بس النتيجة صفر. النتيجة ولا كأنك عملت حاجة. فلازم يكون عندك خطة يومية، لازم تكون عارف كل يوم آخر اليوم أنا تقييمي عبارة عن إيه، أو كل سنة تقييمي إيه، أو كل شهر تقييمي إيه. لازم تقيم نفسك. فمفيش شغل أو مفيش هدف بدون خطة. اتفقنا؟ اتفقنا. تالت حاجة ومهمة جدا ألا وهي التعليم المستمر. أيوة، تتعلم مستمر. أنا ما شفتش حد ناجح وما شفتش حد وصل لأهداف من غير تعليم. يعني إيه تعليم؟ مش أقصد بالتعليم الأكاديمي، لأ، التعليم إنه بيطور من نفسه، تعليم إنه بيطور من أهدافه، بيطور من مهاراته. أيوة، أنا عندي إيه المهارات اللي ناقصاني واشتغل عليها، إيه الخطوات اللي أنا هشتغل عليها. عاوز أتعلم لغة، أتعلمها إزاي؟ تمام. لازم يطور من نفسه، لازم آه يحضر ايفنتات، يحضر كورسات، يحضر معسكرات. حتى لو هيتعلم انه كل يوم يقعد مع نفسه نص ساعة بس يقرأ كتاب في التنمية الذاتية، وفي كتب كتيرة جدا، ويكون مثقف في مختلف المجالات. مش شرط يكون
متمكن في كل المجالات، لأ، إنه متمكن في مجال واحد بس، أوكي، بس متقن وعنده دراية بكل أو مختلف المجالات. هو ده الأساس. اتفقنا؟ فأنت لو تدي لنفسك كل يوم وتشتغل على نفسك، ولو 1% بس من يومك أو 1% بس من قدراتك، صدقني ده على مستوى البعيد جدا جدا هتلاقي نفسك بقيت حاجة مختلفة جدا جدا بإذن الله. كده خلصنا النقطة الرابعة، ونقطة مهمة جدا جدا. ايه هي النقطة ديت؟ ألا وهو المحيط الخاص بيك. وهنا أقصد الصحاب. أيوة صديقي، الصحاب. الصحاب أخطر شخصية أو أخطر ناس عليك حرفيا. الصحاب هنا المحيطين بيك لازم تفهم إنهم بيأثروا عليك تأثير قوي جدا جدا جدا. شوف صحابك مين. هل صحابك دول هم ناس ناجحة؟ صحابك دول ناس عندهم نفس أهدافك؟ صحابك دول عندهم نفس الرؤية بتوعك؟ ولا صحاب وخلاص، صحاب ملهمش لازمة؟ تمام، صحاب تافهين، صحاب مش هيأثروا عليك، صحاب انهم فعلا آه عايشين معاك وخلاص، مش بيشجعوك. خدها قاعدة أساسية، قاعدة مهمة جدا جدا. عاوز تكون ناجح لازم يكون عندك 5 صحاب ناجحين، انت هتكون الساتد بتاعهم. عاوز تكون شخصية غني، لازم يكون عندك 5 صحاب أغنياء، انت هتكون الساتد بتاعهم. قاعدة. فانت الصحاب بيأثروا عليك بطريقة فوق ما انت تتوقع. فانت اختار صحابك عشان فعلا توصل للي انت عاوزه. واخر حاجة مهمة جدا واخر حاجة اساسية جدا، الا وهو الاكشن. الا هو انك تنفذ فعلا. مش معنى انك كل يوم بتحط اهداف، مش كل معنى انك كتبت اهدافك وتحط خطة انك تشتغل عليها، وانك عاوز تتعلم وانا هعمل وانا هشتغل، بس مفيش تنفيذ. ودي مشكلة اي حد بيبدأ خطوات. ليه؟ انه شغال شغل عشوائي. فانت لازم اشتغلت، حطيت 1 2 3 وحطيت اساسيات، لازم تنفذ اللي انت طبقته، تنفذ اللي انت اتعلمته. لازم تتابع نفسك انك فعلا شغال صح ولا شغال غلط، ولا بتعمل ايه في يومك، ولا بتراقب نفسك ازاي. فاهمني؟ وكده انا بدأت معاك. اوكي، بدأت معاك انك حطيت خطوات، و5 خطوات مهمين جدا جدا هيساعدوك وهتشتغل عليهم، وان شاء الله هيكون في متابعة، وانا برضه هتابع معاك. ليه لأ؟ في كل فيديو جديد هقولك او هفكرك انت باللي انت عملته طبقت ايه ولا ما طبقتش ايه. اوكي، لو انت مهتم بالفيديوهات بالبيزنس او النصايح، او مهتم تلخيص الكتب، ما تنساش اعمل لايك واشترك، وفكر معايا وشوف انت عاوز نتكلم فيه في الفيديو الجاي في التعليقات. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.